في الفترة اللي عقبت ثورة 23 يوليو كانت السفارة الأمريكية بالقاهرة لديها اهتمام خاص بال13 ضابط اللي بيقودوا هذه الثورة، ومن بينهم جمال عبد الناصر اللي كانوا بيقولوا أنه الشخص المهم بعد اللواء أركان حرب محمد نجيب. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. السفارة الأمريكية بالقاهرة كان لها اهتمام خاص بال13 ضابط اللي قاموا بثورة 23 يوليو. الاهتمام ده كان في شكل مجموعة من التقارير عملتها السفارة بالقاهرة لترسلها إلى الإدارة الأمريكية، وهي الآن محفوظة في مكتبة الكونغرس. لكن بنتوقف أمام مجموعة من الشخصيات اللي اتعمل لها بروفايلات خاصة في هذه الفترة، ومنها البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر. والإدارة الأمريكية أو السفارة الأمريكية بالقاهرة كانت مهتمة بشخصية عبد الناصر جدا، وكانت بتعتبره رجل غامض. لكن في وسط هذه الوثائق وثيقة مهمة جدا بتشرح طبيعة اهتمام عبد الناصر وانتمائه الأيديولوجي. من بين عشرات الوثائق كانت في وثيقة مهمة بتتحدث عن إن عبد الناصر شخص متحفظ جدا ولا يتكلم إلا قليلا، لكنه في الأصل مهتم بالطبقة البسيطة من المصريين. ولذلك عبد الناصر كان لا يخفي كرهه للإنجليز والأمريكان، لدرجة إن الوثيقة دي بتشير إلى إنه كان في حديث مع أحد مسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة، فقال له بكل هدوء الإنجليز هيخرجوا من البلد دي، وانتوا كمان هتخرجوا، لأنكم بتتبعوا نفس السياسة اللي بيعملها الإنجليز. إنما أهم شيء في الوثيقة دي معلومة. الوثيقة بتقول إن عبد الناصر كان مدربا لكوادر الإخوان في حرب فلسطين، وهو أمر غير قانوني لأنه ضابط بالجيش المصري.